السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونوحد الله لا اله الا الله. عندي هنا اول حاجة ديت شرايح بانيه. حطيت عليها معلقة صغيرة عسل، وهحط عليها معلقتين كبار خل، ومعلقتين كبار صويا صوص. يبقى معلقة كبيرة معلقة صغيرة عسل، ومعلقتين كبار خل، ومعلقتين كبار صويا صوص. وهحط معلقة كبيرة زيت، وهحط نص معلقة صغيرة توابل مشكلة، او البهارات السبعة اللي بتجيبيها من عند العطار، او اي بهارات انتي حباها يعني حباها في الطعم. وهحط الملح طبعا على حسب الكمية اللي انتي عاملاها، بس تاخدي بالك ان الصويا صوص اصلا بتبقى مالحة. هخلط بقى المكونات دي كده كلها مع بعض. اهم حاجة تتأكدي ان الشرايح بتاعة البانيه كلها متبلة كويس بالخلطة دي. زي ما انتوا شايفين كده بتبلها كويس. بعد ما تبلتها كده كويس هسيبها في التتبيلة، يعني 4 ساعات او 6 ساعات كده، يعني عشان خاطر تشرب من التتبيلة كويس. اهو بعد ما تبلتها هسيبها بقى زي ما قلتلكوا 4 ساعات او 6 ساعات لحد وقت التسوية. هنا عندي ده جريل، لو ما عندكيش جريل ممكن طاسة عادية حاطة فيه زيت زيتون او سمنة بلدي او زبدة. لو ما عندكيش ممكن سمنة او زيت عادي يعني. هاخد شريحة شريحة كده من البانيه وهحطها على الجريل. اهم حاجة الجريل او الحاجة اللي انت هتستخدميها تكون سخنة. زي ما شفتوا كده بحطها على في الزيت على طول. اول ما هتاخد الصدمة ديت ههدي النار عليها. كده بعد ما اخدت تشويحة من تحت هقلبها بقى على الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين كده قلبتها على الناحية التانية برضو. اول ما هتاخد الصدمة ههدي النار. بصوا الصويا صوص والعسل مخليينها لما تكرملوا مخليينها محمرة ومدينها لون حلو قوي كده. بعد ما استوت حطيت غطا برطمان او طبق صغير عندك او اي حاجة يعني. هتولعي فحماية، ومن الزيت اللي انت حمرتي فيه تحطيه على الفحماية، وبعد كده تغطيها على طول. ده كده شكلها بعد ما خلصت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات وصفاتي بتعجبكم ولا لا.